فجاوبناهم انه احنا رافعينها ضمن تنميه الاقاليم وراح نرفعها لكم، هدم وبناء قاعه الاداره المحليه اللي موجوده في قضاء المدينه. هل انه قائم مقام قضاء المدينه مقتنع بكميه المشاريع اللي قاعد تجي للقضاء؟ لا شوف، فيها بالنسبه للمشاريع، المشاريع كانت تعتمد قطاعي، قطاعات ترصد مشاريع حسب دوائرها، بس مرات انت وضعك يكون حجر عثر امام المشاريع. يعني انا مثلا لما عندي حدود البلديه، مساحه البلديه 5 كيلومتر مربع، هذه معتمده تبييض شوارعها على تنفيذ شبكه المجاري الثقيله والمجاري مياه الامطار. يعني انا بعد ما اقدر انفذ شارع تبليط ضمن حدود البلديه وانا ما عندي شبكه مجاري، وبالتالي شنو يتطلب من عندي؟ يتطلب من عندي ان اوفر مشاريع، اطالب بمشاريع مجاري. سعينا هذه السنوات المضت كلها على دمج مشاريع المجاري مع مشاريع التبليط، وهسه الحمد لله يعني انحال مشروع المدينه اللي هو عباره عن مجاري ثقيله ومياه امطار ومشروع تبليط وقالب جانبي مع الارصفه. يعني هي مرات تفرض عليك. اما مشاريع الطرق تعتمد على تنازل المواطن، باعتبار انت ما مالك الارض، ومر المواطن نلتمسه ان يتنازل لنا عن الشارع حتى نرفعه الى الطرق والجسور وننفذ هذا الشارع. يعني المشكله الرئيسيه بتنفيذ المشاريع الاستملاكات، عدم وجود اراضي، الاراضي غير مستملكه في كل مجالات. في مجال التربيه اضطرينا ان نرفع مشاريع هدم وبناء. لو كانت هناك اراضي بامكان نبني مدارس ونوسع القاعده الافقيه للمدارس. مقترح من جروب قضاء المدينه نعم انه عرفوك سابقا كمدرس والسمعه الطيبه اللي تحملها، لكنه لنتيجه انهماكك بالعمل واداء الواجب المكلف به يحنون ويشتاقون للقاء نصف شهري. مقترح انه يكون تجمع كما كنتم في التجمع الثقافي، تجمع لانه تفتقر الحكومه المحليه بالقضاء الى الاعلام، ما موجود قسم للاعلام، ما الناس المجتمع ما يدري ما يدور في الحكومه المحليه. فكلمه من عندك يعني بخصوص هذا الموضوع. لا بالعكس، يعني انا هذا الانغماس في العمل والجهد بحاجه الى ترفيه. بالعكس يعني يسعدني ويشرفني التقيهم حتى هم ارفه عن نفسي من هذا العمل وهذا الجهد، وبنفس الوقت استفيد من عندهم واسمعهم اللي عندي. يعني بالعكس اذا هو عنده فكره انا اكون ممنون من عنده. انا شعاري انه اي مواطن يجيب له طابوقه يحطها بالمدينه اقبل ايده، لانه احنا نريد نخدم، ولكن اعلامنا قليل. هذه مو مشكله. يعني ما معقول انا هذا عملي افرغ نفسي انه شلون انشر المعلومه اللي عندي، شلون اصور كل الوحدات. يعني ما عندي مع الاسف ما عندي قسم اعلام بالوحده الاداريه. يعني هي المشكله اللي عندنا. اكو خطوات على هذا الاغراء، اكو طلب من السيد المحافظ، لانه راح يكون عملكم الان اكثر تماس مع المواطن باعتبار المختاريه وتم الموافقه على قضيه المختاريه، قانون المختاريه، فراح يكون تواصل اكثر مع الناس. فماكو فقره انه يكون جانب مخصص للاعلام ينقل مشاريع القضاء. وانا اعرف كثير من المشاريع موجوده، تلوح الحكومه المحليه مظلوميه من خلال عدم وجود قناه اعلاميه توصل المعلومه. قناه اعلاميه، اما مثلا يعني انت ما ممكن توضع لك قناه فضائيه او اذاعه، يعني هو المقروء يعني صحيفه او جريده او منشور، حتى هذه هم يراد لها امكانيه، يراد لها امكانيه ماليه، يراد لها امكانيه موظف يكون عنده امكانيه ان يعد هذه المنشور ويتعب عليه وصيغه بالصيغه اللي يتقبلها المواطن. يعني بصراحه تشوف الوضع الموظفين اللي موجودين، الموظف هذا ملتهي بالبريد وهذا مسؤول عن ورد بعض النقد حول الجانب الاعلامي انه محافظه البصره وكل الوحدات الاداريه اكو صفحات موجوده في موقع المحافظه
انه قضاء المدينه الوحيد تقريبا اللي ما به نشاطات اللي والله انا عندي علم بهذا، لانه لا اغلب انا مره اطلعت عليه اغلب الوحدات الاداريه ما جاي ينشرون، لانه ما عندهم موظف مختص ينشر على هذا الموقع. يعني انا ما عندي وقت حقيقه اجي اطلع على هذا الموقع انشر عليه. يعني تعرف هذا يراد له وقيت، يراد له. ترى احنا المشكله وين؟ المشكله اكو واجب حقيقه تكلفنا به خارج مسؤوليتنا. يعني هذا اللي جانا التعويض لجنتين مو سهل، يعني الجنتين تجاوزت هسه 1100 معامله عقل غرب القرن 1 و2. تعرف هذه يرادها تدقيق، يرادها متابعه، مبالغ تجاوزت 100 مليار دينار عراقي. يعني مو سهله. انت من باب وقتك ضيق، هم عندك ارتباطات اخرى اجتماعيه عائليه. يعني وهذا بالمناسبه يعني النشر بالموقع او بصوره عامه الاعلام المفروض موظف او قسم معني بهذا القضيه، مو مسؤوليه القائمه. على نهايه اللقاء شكرك واخذنا من وقتك، شكرا جزيلا. ان شاء الله يكون التواصل مع انا بالعكس بالنسبه للتواصل حتى الاخوان اللي يريدون نتواصل مثلا، يعني اتمنى فد امسيه وقعده ومكان شويه. ان شاء الله راح يكون باكوره عمل الشباب بالقضاء في قاعه نادي المدينه الرياضي اذا اكتملت، وقد يكون تهيئه الى عقد جلسه او امسيه تتناول بها انه تلتقي مع ابناء قضاء المدينه. لا بالعكس، يعني احنا نتمنى ان يكون هذا اللقاء، احنا نسعى له بصراحه، بس المشكله اللي ما جاي يسعفنا واللي ما جاي يعيننا الوقت. يعني هو مشكلتنا بالوقت، وربما يعني هم يتوفر عندهم ظرف معين او وقت مناسب، يجوز وقتنا مو مناسب. كثير هسه من الدعوات ما جاي نلبيها. يعني دعوه مثلا مؤتمر الاهوار ينعقد بالشبايش تعارضت معه يوم مباشره المختارين. دعوه دعونا لما اجت زياره السيد سماحه السيد للقضاء، تعارضت مع اجتماع اللي انعقد بالمحافظه. اخو مو كل الدعوات تقدر تلبيها. يعني هم تعرف هذا الوقت يعني نعم. شكرا جزيلا. نتمنى ان شاء الله يعني ان شاء الله بالقريب العاجل نلتقي ويا الاخوان ونستفيد من افكارهم ونسمعهم ما عندنا من اعمال. شكرا جزيلا، جزاك الله خير. حياك الله. انت مو كل الحكي